في شركة في العالم لو موظفينها قرروا ما يروحوش الشغل بكرة، حرفيا التقدم التكنولوجي للبشرية هيتوقف لسنوات. احنا هنا مش بنتكلم عن ابل ولا سامسونج، احنا بنتكلم عن صناع الأجهزة اللي بتصنع الرقائق. اهلا بيكم في عصر الاحتكار المطلق. العالم زمان كان بيتحارب عشان البترول، النهاردة الحرب الحقيقية عشان الرمل. القطعة الصغيرة دي هي اللي بتشغل كل حاجة في حياتك، من موبايلك لحد الصواريخ النووية. اللي بيسيطر على إنتاجها هو اللي بيكتب شروط الاقتصاد العالمي. خليني أقول لكم المعلومة اللي بتخلي كبار المستثمرين يرتعشوا. في شركة هولندية اسمها ASML. الشركة دي هي الوحيدة في الكوكب اللي بتصنع آلة اسمها EUV. إيه هي دي؟ هي آلة بتستخدم الأشعة فوق البنفسجية القصيرة جدا عشان ترسم دوائر كهربائية على الرقاقة أصغر من حجم الفيروس بآلاف المرات. الآلة الواحدة ثمنها بيوصل ل 350 مليون دولار، وفيها 100,000 قطعة غيار. الصين بقالها سنين بتحاول تقلدها وفشلت، وأمريكا بتستخدم الشركة دي كسلاح عقوبات لمنع أي دولة تانية من التطور. سهم الشركة ده هو المؤشر الحقيقي لقوة أي اقتصاد في 2026. طب خليني بقى أديك التقيلة اللي بتهز البورصة. في شركة واحدة في العالم اسمها TSMC في تايوان، هي اللي بتصنع أكتر من 90% من الرقائق الأكثر تطورا في الكوكب. شوف اللي حصل لشركة أبل أو تسلا لما حصل نقص في التوريدات، خطوط إنتاج وقفت وأسعار العربيات زادت 30%، وأسهم شركات التكنولوجيا خسرت مليارات في أيام. إحنا قدام عنق زجاج عالمي. لو المصانع دي اتعطلت ليوم واحد، العالم هيرجع حرفيا للعصر الحجري. وده اللي مخلي سهم زي انفيديا قفز آلاف الأضعاف، لأنه بيملك مفتاح المصانع دي. في الشركات الكبيرة بنتعلم إن القوة الحقيقية مش في تجميع المنتج، القوة في امتلاك براءات الاختراع الحاكمة. الاستثمار في شركات الرقائق مش مجرد شراء أسهم، ده استثمار في السيادة التقنية. اللي عايز يبني بيزنس للمستقبل لازم يفهم إن سلاسل الإمداد هي العمود الفقري لأي ثروة. سؤالي النهاردة، هل محفظتك الاستثمارية فيها شركات بتصنع التكنولوجيا، ولا لسه مراهن على شركات بتستهلكها وبس؟ أنا مصطفى شحاتة، ودي دقيقة من قلب حرب المستقبل.